الو يا منول، انت فين؟ طب عدي على أميمة وهاتيها وتعالوا لي هنعمل حلقة في البودكاست. انت الحياة. احنا نلعب لعبة حلوة جدا كده وصغيرة. الأول طبعا منتجة من العدلي، أهلا بيكي منورة الدنيا. اهلا بيك. أميمة أهلا بيك. حوت العقارات دلوقتي ما شاء الله ان عليكي، شاء الله. مكسرة الدنيا في السوشيال ميديا والفيديوز جوينج فايرلز. عايشك. وإن شاء الله أنا يعني أحمد حلمي الراجل الغلبان البسيط أحمد حلمي الممثل. المخرج حضرتك. هل يعني مش عارفين؟ ما علينا. المهم احنا نلعب لعبة مش بسيطة وسهلة، بس أهم حاجة نتفق عليها إن احنا هنبقى صريحين جدا جدا جدا. اوكي، ما علشان خبرتناش ايه؟ قبل ما انا البودكاست. بقولك دلوقتي اهو. عشان بعد كده نقول ايه اللي بعده اللي بعده اللي بعده. اوكي. فنبتدي بأول سؤال. ايوه حلوه اللقطة دي قبل الأسئلة، جميلة جدا. تعرف تعمل ايه؟ ايوه، السؤال هسأله كده وبعدين كده كده كده. اوكي. يعني هو ماتش كوره، انت اه هتلعب معانا بينج بونج. ازيك يا أميمة، عاملة ايه؟ الحمد لله بألف خير. لا مش دي الإجابة اللي عايز أسمعها، دي إجابة تقليدية والحمد لله طبعا على كل حاجة. بس إزيك فعلا من جوه؟ إزاي أميمة من جوه؟ أميمة من جوا الحمد لله بألف خير. كان يوم حلو، كان في شغل، كان في حركة. صحيت من النوم، غسلت وجهي، قلت بونجور، شربت الكوفي متاعي، تحركت، رحت للشغل، عملت ميتينج، علمت ناس حاجة جديدة، تعلمت حاجة جديدة، نمشي على ساقية، نشوف بعينيا الناس اللي نحبهم بجنبي. الحمد لله بألف خير. منال عاملة ايه؟ ليه؟ ليه السؤال كده؟ من ليه جبت جوه تيجي. من الاعماق؟ عاملة ايه؟ انت تخوض في اعماق الاخرين. الطبيعي بيبقى عاملة ايه؟ الحمد لله كويس. لا عاملة ايه؟ شوف أميمة بدايتها بحاجة حلوة، إنها قالت لك الحمد لله كويسة بالحاجات اللي إحنا لازم نقول لربنا إحنا ممتنين ليك. بس أحيانا أنت بتصادفك مواقف على مدار الحياة بتخليك تتراجع جدا في إنك تقول لنفسك أنا النهاردة الحمد لله، علما بإن أنا من الناس اللي دايما أو أنا كويس قصدي. أو أنا كويس. اه ساعات بتقعد كده تقول أنا مش كويس، أنا مش بخير، أنا في حاجة. أنا ماشي على رجلي ومستمتع بكل اللي حواليا، أهلي جنبي، ولادي، حياتي، دنيتي، نجاحاتي، طموحاتي اتحققت، ذكرياتي 3/4 حلو. بس أحيانا تصنع الصدفة بعض المواقف اللي تخليك تقولك من كتر اللي انت شايفه من قساوة الناس أنا بخير بس اللي قدامي مش بخير. فبالنسبة لمنال العدلي أنا دايما تحت أي مسمى شمسيتي أنا بخير، بس بزعل قوي لما بلاقي الأشخاص اللي قدامي مش بخير. فهقولك إنه أنا بخير. الفترة دي شايفة في ناس كتير قوي واقعين من ساحة شكر ربنا، فأنا زعلانة عليهم، فأنا مش كويسة، زعلانة من الدنيا قوي. طب وايه اللي يراضيك؟ حاجات كتير قوي يا ست المخرج يعني. انت هتقعد تقلب في المواجع يعني. اللي يراضيني ان الناس لما تلاقي حد ناجح تقف جنبه، بلاش نقعد مسكين طول عمرنا في الشجرة المثمرة نحدفها عشان التمر ينزل. لا، غلط. الشجرة المثمرة نسقيها مية ونحط لها سماد فتكبر فتطرح فتدي كل اللي حواليها. الناجح دايما حواليه أعداء. خرجت من البيت، قعدت على الكرسي اللي انت قاعد عليه، فريق العمل اللي ورا الكاميرات اللي بيصورنا من بعيد ده وبيعمل لنا ستوري، أميمة اللي طول النهار بتحارب، هي كافحت، هي تعبت، انت شقيت، انت اتحركت من مكانك، بذلت مجهود. نفسي بقى لما حد يشوفك من بره ما يقولش بعد كل ده قميصه مكسر، ده الشوز مش عارف ايه، ده عرقان.
لا قول كتر خيره طلع كافح بيدور على رزقه، ما قالكش والنبي اديني لله. دايما اشكر الناس اللي ناجحة، قول كلمة خير في حق الناس اللي حواليك. كله ايه؟ ايه سلف ودي ودين. ودين. لو فضلت طول وقتك تحارب في كل الناس اللي حواليك وانشغلت بيهم، فانت هتبقى مش بخير. الفترة دي انا شفت في شغل كتير قوي، واثناء عملي كنت بلاحظ بعض النظرات اللي بتقول ليه هي مش انا، بعض الكلمات اللي بتقول ليه عملتي معاها ما عملتيش معايا، بعض الأدعية الداخلية اللي أنا بسمعها من غير ما يقولوها اللي بتقول منك لله بعيدة، أنت مش سايبة حاجة مش عاملاها. ان شاء الله. لا اله الا الله. حقيقي. فهو ده اللي خلاني أقول لك إني على ساحة ربنا أنا بخير، بس على ساحة المجتمع والناس اللي أنا زعلانة عشانهم أنا مش بخير. طب حد يسألنا انا عامل ايه ده؟ طب انت عامل ايه؟ طب أنت إزيك؟ ايه اخبار نفسيتك؟ ايوه. ازيك من جوه؟ طب ما انا كنت بسألك ازيك من جوه. طب ازيك من بره؟ لا من بره شيك، لابس احسن حاجة الحمد لله. شفتي كلمة الحمد لله دايما موجودة سبحان الله يعني. فعلا هو الحمد لله، الحمد لله زي ما انتي قلتي ان انا واقف على رجلي، الحمد لله ان انا صحيت من النوم ابتديت يوم جديد وربنا اداني فرصة ان انا اصحى اليوم ده واكمل. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله على نعم كتير يعني. الحمد لله على ان امي موجودة في حياتي، الحمد لله على ان اخواتي موجودين في حياتي، الحمد لله ان ربنا مديني حد يقول بونجور الصبح، الحمد لله على حاجات كتير يعني. بس دايما بيبقى الانسان عايز اللي بعده اللي بعده اللي بعده. الطموح طموح مش وحش. لا مش وحش. الرضا غير الطموح، علشان في ناس بتقول انت مش راضي. لا انا راضي، بس انا عندي طموح. انا راضي جدا، وبالعكس راضي لأبعد مرحلة، اللي هو انا عندي حاجات مش عند حد. فعمري الحمد لله ما بصيت لحاجة حد، لأن دايما بقول الحمد لله أنا عندي عربية آخر موديل، الحمد لله أنا قاعد في بيت حلو، الحمد لله إن أنا قاعد وسط أهلي والناس اللي أنا الصحة بحبهم، بخير. الحمد لله إن صحتي بخير. وغيري في ناس غيري مخلص ملايين بتحبك. على صحته صح ومش قادر. مظبوط. دايما الحمد لله، في المجمل الحمد لله على كل حاجة. بس عايز طموح. فانك تبقي تقولي الحمد لله وترضي حاجة حلوة جدا، وان يبقى عندك طموح هو ده اللي ربنا عايزه. لان هو اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا، واعمل لآخرتك كأنك كأنك تموت تموت غدا. غدا. فالناس اللي بتحاول وبتسعى وبيقولوا عليهم وصوليين وانتهازيين طب ما تحط نفسك مكانه، ما انت كنت هتعمل كده علشان مصلحتك. نرجع تاني بقى للسؤال بتاع من جوه. اوكي. مريت بفترة مش لطيفة الفترة دي، بس برجع تاني اقعد مع نفسي دايما لما ببقى في الحتة دي واحس ان انا تايه او مذبذب او مش عارف انا رايح فين. بقعد مع نفسي بعتزل شوية، تحس ان انا عامل لنفسي محراب قوقعة. كده بتقوقع فيها وللأسف ما ببقاش قادر استحمل ان اي حد خرجني منها، لازم انا اللي لوحدي تلاقيني خرجت منها يعني. وطبعا الطموح هو اللي بيخليني اخرج منها، علشان انا بقول انا عملت بس ما وصلتش لسه اللي انا عايزه، هرجع اعمل تاني. فانا هطلع النهارده اتجه على اللي انا عايز اعمله، واصبح على امي واشوف الناس عاملين ازاي، وانزل اصحى من بدري واتوكل على الله، وبس هرجع واقول الحمد لله. في عندنا حاجة مهمة لازم الناس تعرفها. السعادة في الحياة فرصة. لو حسبت عمرك كام يوم أو كام ساعة أو كام شهر أنت هتعيشه، هتلاقي فترة الحياة اللي أنت عايشها أصلا فترة قليلة جدا. فلنفترض أن العمر 60 سنة، من ال60 سنة دول اليوم 24 ساعة،
هتنام وتصحى وتاكل وتشرب تخش وتلعب الحمام وتشتغل والحمام وتلبس وملتزماتك كل فانت ده. اللي باقي معاك فترة حياة عشتها في اليوم هم 4 ساعات بتوعك مم. الشخصيين. فلو ضربنا 4 ساعات في 30 يوم 3 في 4 ب 12 ب 120 ساعة. لو ضربنا ال 120 ساعة في 12 شهر اللي هم في السنة، مم. يعني هيطلع عدد أيام حياتك توتالي لو عمرك 60 سنة. ما تقصفش عمر الناس النقاءة النمامة الحزينة التعيسة بدري. مم. انت فعليا انت عشت تقريبا 10 سنوات، لأنه انت العمر محسوب. يعني حوالي 20 سنة تقريبا 20 سنة من كتير، 60. كتير جدا، لأنه هو فعليا انت بتضحك على مدار نص ساعة في اليوم، انت مم. بتاكل بتشرب بتلبس كذا، فانت احسبها مظبوط هتلاقيها بالظبط انت عشت صح 4 ساعات في اليوم. لان في ايام مقفولة عندك، ما انت مم. في عندك ايام مش انت بتلعب اكس او، فانت عندك ايام اتقفلت اصلا معاك اليوم من اوله مبين عليه اسود فحلوي. فبما انه اليوم من اوله فاذا اليوم معاك ده انت ما عشتش فيه ولا ساعه، مم. فهنشطبه من التاريخ. فلو قعدنا بقى نشطب الايام الحزينه، مم. زعلت مع فلان، لا خربت بيت فلان، لا اتكلمت على فلان، الوقت اللي ضاع ده هي توتالي كتير. 4 ساعات. فاحنا هنحسب عمرنا الحقيقي يا جماعه اللي عشناه لو عمرك 60 سنه مم. هم بالظبط 10 سنين. مم. يا تلحق بقى يا ما نفسك، تلحقش يا تلحق نفسك اللي في بعده ال10 سنين اللي دول بعده. وتخطف السعادة وتخطف النجاح مم. وتخطف الوقوف قدام الكاميرات في الشارع اللي هي 24 ساعة انت اندر كاميرا. كاميرا. مم. اوعى تفتكر ان احنا دلوقتي في البودكاست لا دي لا لا. كاميرا. كاميرا الحياة اقوى اي بكتير. مظبوط. انتوا معديين مرحلة ما ينفعش تقول النهاردة انا قدام البودكاست. مم. الكاميرا الحقيقية، الكاميرا الربانية اللي هي مراقباك 24 ساعة، خدت عمرك عملت بيه ايه، جبت الفلوس منين وصرفتها في ايه. 3 أسئلة بتتسألهم. مم. الإنسان بطبيعته طماع، حتى لما بيموت بيفضل في حتة كده اسمها سدرة المنتهى، مم. بيفضل يحارب طول عمره عشان يوصل عند سدرة المنتهى دي. فربنا يوريه قصر، انت زعلان انت وأميمة، تعالى صالحكوا مم. على بعض. فبعدين أول ما يلاقي القصر الجميل ده يقول له طب خلاص يعني هفكر، أصل هي ظلمتني قوي في الدنيا. مم. فيقول له طب بلاش ده، هديك قصر تاني. فيفضل يديله 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 لحد ما يوصل لأفخم حاجة في الحياة. الطموح لا يتوقف، النجاح لا يتوقف. طبيعة الشخص مكونة من مجموعة معادن، اللي معدنه ذهب بيحكي عن الناس بكلام ذهب، واللي معدنه فلس رخيص ملوش قيمة ولا تمن بيحكي عن الناس بالرخص. صح. صح. ضآلة الإنسان في معدنه، قوة الإنسان في لسانه، ويبقى اللسان في القبر لا بيتحلل ولا بينفع إنه يدوب. حتى رجل المقابر لما يدخل يدفن يقول للناس اوعى تدوس على اللسان. إذن اللسان ده هو أساس حياتك. عيش سعيد، انبسط، اضحك، افرح، اخطف ضحكتك من الأيام. اوعى في يوم من الأيام تصحى عامل كده، لا مش عايز، أصل أنا منكد، أصل فلان قال عني مش عارف إيه. يا عم يولع فلان، يا والله. عم يغور في داهية فلان، يا عمي أنا بيني وبينه إيه، أنا هقول عليه إيه، هتلف ترجع لك. ومش ضروري النهاردة، ممكن كمان 5 سنين، كمان 4 سنين، في حتة انت يمكن ما تقدرش تدافع عن نفسك فيها. صح. شوف الإنسان الناجح مم. زي القطار. أنا بعتبر حياتي أنا كأميمة شخصيا قطار، بمشي على سكتي، عندي نقطة بداية ونقطة حاصل لها الله أعلم حتكون إيه، بس نقطة حلوة. مظبوط. ففي كل محطة تطلع ناس تنزل ناس. القطار ده ما لازمش يبقى زحمة. أول حاجة لازم على طول نضيف، ريحته حلوة، طاقته حلوة، فيه ناس حلوة، اللي بيبيع طاقته اللي حلوة أهم جالس. حاجة. شو؟ طاقته حلوة أهم حاجة عندك. طاقته حلوة أميمة طبعا. بالطاقة بصراحة انتي بتدي المكان اللي بتروحي فيه شهادة طاقة ما شاء الله. إيجابية دايما. الحمد ما شاء لله. الله، تاتش وود. من الحاجات اللي بحبها فعلا إنه دايما طاقتك إيجابية. الحمد لله. إيه أكبر مشكلة؟ مهم. عايز كملي. لا هو ده بس القطار. مم. أي حلو ده. إنسان حيعكر،
حيأثر، افتحي باب حيتكلم، اللي بعده. لا حنزله في المحطة مع كامل احترامي ايوه مش اوكي حزقه من اوكي، والله لك كل الحب والتقدير. ينزل مع السلامة، ينزل واللي بعده. وزي ما يقول أحمد حلمي واللي بعد. اي يلا نقول مع بعض احنا الثلاثه اللي بعده اللي بعده. اللي بعده. ايه اكتر حاجة مم. كانت بتضايقك في طفولتك او كانت ممكن تزعجك لدرجة ان انت تقعدي تفكري فيها طول الوقت وانت طفلة ومش عارفة تتخلصي من التفكير او من الحاجة دي؟ شوف، سؤال وحش قوي. سؤال وحش بس في نفس الوقت هو سبحان الله sometimes الشخصية بتتكون من الحاجات دي. هاي شي من عند ربنا. أنا من اللي أنا صغيرة كنت فاكرة إنه معايا بتخيل برنسس لون أزرق اللي أنا لبسته اليوم بالصدفة، عاملة شخصية في خيالي من اللي اتولدت بيها. فالشخصية دي اللي اسمها هي في ايه؟ دماغي تحكي معايا، مش هقول اسمها عشان ما حدش ياخذها مني. فالشخصية هذه وأنا صغيرة 3 سنين 4 سنين، أول ما عندي ميموري وبتذكر بيحصل إيه، كانت تحكي معايا وتتحاور معايا. كل ما يكون في عندي مشكل تجي هي وتطمني. مشاكلي كانت تافهة قوي، مثلا ضيعت مقص، أنا كنت متربية في دار جدتي وخالاتي، يعني أنا تربيت عن طريق جدتي الله يرحمها الله يرحمه. وخالي و2 خالاتي وماما بابا في دارهم. مثلا ضيعت مقص، اكيد الثلاثه حيحاسبوني فين المقص نتاعك لان بيشتروا لي براند مقص وباربي وما بعرف شو. فهاي الشخصيه تجي تطمني في الحاجات التافهه نتاعي، لحد ما كل واحد الانسان يكبر تكبر مشاكله طبعا. مثلا كل مره مشكله، ممكن حد تنمر عليك. على فكره في حاجه تضحك في طفولتي، عايز اي اعرف. توا تذكرتها. اي. انا من الناس اللي كي جيت امي تولدني ما حبيتش نهبط، مع اني بحب الحياه وايجابيه، فما حبيتش نهبط. مسكينه عذبتها الحمد لله، يعني خافت عليا برشا. I did the same. فلما تولدت سحبوني بالتونسي بالجفت. بالفرنسي نقولوا له فانتوز بالعربي بالجفت. دونك كنت مزينه برشا وانا صغيره هكا وكيوت، بس راسي كان مشبوج شويه خاطر اخذ الفرم، ما رضيتش انزل انا حموت ولا لا سمح الله بعيد امي الشر. نزلها تحيه مش حاجه. فكنت صغيره كان جبيني كبير، يعني لتوا نحس جبيني كبيره، ما تو ما عادش عندي معه مشكله. فكانت اكثر حاجه تضايقني كانوا خواتي ولا اصحابي ولا الناس الكل يقولوا اميمه جبينها كبير جبينها كبير جبينها كبير، فبتضايق لاني صغيره. فبتجيني هاي الباربي الحلوه، ولا مش باربي، هي بنحكي الاميره، شخصيه لا تقول لي نو واي، يعني محلاك شوف الحاجات خايبه، علاش تركز في الحاجات، بصراحة شوف محلاك. حاجات حلوه فيك. فضلت مقلقتني هذيك، يعني في طفولتي صراحه مقلقتني، وذاك علاش ما تتنمروش خاصه على الاطفال. طب حتى خليني اقول لك بمزح. حاجه على طب بالنسبه انا للجبين جبيني العريض. يعني انا الجبين العريض مميزاته علشان تبقي فاهمه برضو، علشان نقول للناس انا دلوقتي فاهمه. لا ما حدش يعرف دي. مم. ده من الناس اللي هي بيبقوا لهم حظ في الحياه جدا. يعني اللي جبينه عريض او المكان انا هنا جبيني عريض. افتكر كده I think. فده بالعكس، انا دايما اخد الحاجات اللي هي اللي الناس مش بتعجبها انها ميزه، وان دي حاجه ربنا اداها لك لان هو بيحبك، فعامل معاك حاجه هتعمل معاك في المستقبل حاجه تانية. انت كل ده البنت فكرتيني. صغيره عمرها 3-4 سنين. it's too much difficult انا فعلا كانش انه بيتقال كتير صعب. جبيني، انا كانوا بيتريقوا عليا، كانوا بيقولوا ان انا عيني ضيقه. بس انا بالنسبه لي دلوقتي انا بحبني جدا، واثق فيا، بحبني جدا، بموت فيا، متفاهم معايا على الاخر. وكان عندي الشخصيه اللي انت بتقوليها دي، بس مش برنسس. انا كان يعني وما زال يعني موجود ده، لما بقعد مع نفسي هو في حد تاني انا بقعد اتكلم معاه وارد عليا ويتكلم معاه، والحد التاني ده تقريبا عامل زي مش عارف. فاهمك. ده من وانا صغير موجود، يعني الشخصية دي موجودة. هو موجود عندنا كلنا، بس في ناس تحبسه وفي ناس بتطلعه. بالنسبه للعين الضيقه دي البنات كلها بتحبها جدا، لانه بيقولوا عليه عينيه سرحانه. اكتشفت كده سهتان وسرحان، يعني بيتهيأ لهم ان انت بتغمز يعني. اكتشفت كده. بص، هو دايما يعني حتى كان في حتة في الآية بتقولك وألهمها فجورها وتقواها، يعني على ان النفس عندها الاتنين، عندها الحتة الفجرة والحتة التقية التقية اللي فيها تقوى، وهما الاتنين. وحط الفجر قبل التقوى. طبعا ان ربنا يقول ان الفجر قبل التقوى دي معناته ليها معنى، يعني
مش جايه من. اكيد اكيد. فلما بدول بيقعدوا مع بعض، انا اتوقع هو ده اللي انت بتقوليه او اللي كان عندي مثلا وانا صغير، ان لما بنقعد نتكلم ما هي النفس، اكيد الشخصيه دي بتبقى النفس، او القرين. وبتبقي او القرين او ايا كان، ما اعرفش، الأنا لا والأنا يعني الأعلى إذا حكينا بلغة فرويد وعلم النفس، يعني ممكن. كلها نفس الشيء، بس كل ايوه شيء عنده مسمياته. صح. بالظبط. بس انا بشوف انه مفيد جدا ان انت كشخص تتكلمي وتاخدي مع نفسك وتردي، ولو كان بقى بصوت عالي. على فكرة الموضوع بيفرق، لان اي كلام لما بيبقى جواكي ويطلع بيبقى غير خالص اما يفضل كلام. يعني الكلام لما بيبقى كلام مكتوم جواكي غير لما تطلعيه على لسانك، حتى لو بتكلمي نفسك. ايه رأيك نوجه للشباب رسالة من هنا، نقول لهم ان كل واحد فيكم عنده ستوري جواه، وعنده قصة بتتكلم جواه، وعنده ناس بتحكي معاه، ده وعنده 100%. الطموح والأحلام والأمال. فتعالى لما تكلم نفسك على حاجة اكتبها على ورقة وحاول تنفذها. صح. لأن كل واحد فينا أحيانا أحلامه بتبقى على ورق، مم. وأحيانا أحلامه بتبقى جواه ما بيقولهاش أصلا، ما مم. عندوش مجهود إنه يقولها. مم. فإيه رأيكم يا شباب نعمل مبادرة نقول فيها اللي عنده حاجة عايز ينفذها يكتبها، ويقول وأنا موافقة إن هي تبقى معانا. أنا مستعدة إنه اللي نقدر ننفذ له أحلامه، أنا مستعدة إن إحنا نقعد مع الناس اللي عندها كلام جواها، اللي بتحكي مشاريع جواها، اللي بيتمنى يبقى شكله إيه، اللي بيتمنى يخرج للدنيا، اللي في حاجات كتير قوي لو خرجت من جوه الإنسان لبره الناس كلها تبقى ناجحة. ايه اكتر حاجة كانت بتضايقك وانت صغيرة؟ بكاء ونحيب أمي. أمي كانت دائما تبكي، وأمي من الناس اللي ما بتحاولش إنها تكون سعيدة، مع إن هي قارئة قرآن بشكل غير طبيعي وصبرة جدا. فكان عندها أخويا أصغر مني بسنة توفى، فعاشت أمي طول عمرها حزينة، يعني بتحاول ما تفرحش. وعندها آية بقى بتقولك إن الله يحب الفرحين، وما بتكملها زي بتقولك لا تقربوا الخمر، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فهي بتحب الآية دي أوي، واقفة عندها. فلما نيجي نضحكها تقولك ربنا ما بيحبنيش فرحان يا حاجة، لأ مش صح. فدايما كنت بهرب من حزن امي اني بحاول افرحها باي حاجه. مم. وزي ما اميمه حكت، خلقت السعاده لنفسي في كل ثانيه من وانا طفله. خلقت الالعاب لنفسي، خلقت المعيشه لنفسي، خلقت بيت جدتي ان اعيش فيه جنه الله في الارض كان، خلقت بيت اخوالي جنه الله في الارض برضو ما شاء الله، كان على بحر وعلى زراعه وكذا. لو عايزة تغيري حاجة وانت صغيرة تغيري ايه؟ أغير بكاء أمي وأخليها سعيدة طول الوقت، أمل حياتي، لأني أنا بحب الست دي حتى الموت. لو عايزة تغيري حاجة وانت صغيرة تغيري ايه؟ نعدي وقت أكثر مع الناس اللي نحبهم، لأنه رح وجه بابا. رسالة أو نقطة. هو مع بابا الله يرحمه، الله يرحمه. ديما قضيوا وقت وعيشوا مع الناس اللي تحبوهم، وبلاش نكد وبلاش مشاكل وبلاش حاجات فارغة. sometimes نشوف ناس كيفاش تتعارك، كيفاش تحسد، كيفاش ما تحبش الخير لغيرها، كيفاش على حاجات تافهة. sometimes بتلاقي حتى مثلا community، عائلة، شغل، whatever، حاجات أتفه من التفاهة مش مستحقة وفيها نقاشات زايدة على الفاضي. على الفاضي. تخلص العمر الطاقة. تخلص الطاقة ولا علينا في الطاقة، تو نحكيو لا على لا خير في أمة كثر جدالها. exactly لا خير في أمة كثر جدالها. المجادلة جدا 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 على أمور فاضية، نقص في العمر رح نقوله بالتونسي. فنعدي وقت أكثر مع بابا، مع أني عديت معه وقت وحياتنا حلوة والله يرحمه. بس نعدي معه أكثر وقت. لو قدرت نغير شيء أكثر 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 نشبع بيه، والله يرحمه الله يرحم كل المتوفين. نزيد على أميمة جملتين، أوكي. إنه الناس اللي أنت عايش معاهم النهاردة بعد دقيقة أنت مش واثق 100% إن الناس دي هتكون موجودة في حياتك. استمتع بأهلك، استمتع بنفسك، استمتع بأمك وأبوك، برهم على قد ما تقدر. ما تجادلش كتير، ما تاخدش كتير، راضيهم. خليك واثق في عدالة السماء، بإنك أنت لما تستمتع بكل لحظة في حياتك مع الناس اللي أنت موجود معاهم ذكرك رح تفضل طيبة. تعالوا بقى نلعب برضو لعبة صغيرة كده. هقول لكم كلمتين، ماشي؟ في نفس الوقت انا اول ما اقول كلمتين تختاروا على طول بسرعة من غير ما تفكري كلمة وتقولوها مع بعض. تمام. يعني مثلا خلينا نقول خير ولا شر. شر. خير. ايوه انا عايز كده. اوكي هو ده حقيقي. اوكي
خير ولا انت شر؟ بتختاري خير ولا شر. شر؟ انا اخترت ليه؟ الشر، ليه؟ لانه لو انت طول الوقت مصدق ان كل حاجه خير، لما يقابلك الشر هتتصدم فيه. فتقدمي شر مثلا؟ لا، انا ما اقدمش، انا اه. طول الوقت بقدم خير. مم. بس لو اللي قدامي لازم اصدق انه شر لحد ما اتاكد انه بقى خير. انا احول الشر خير واتي بالتي هي احسن. هو ده. حب ولا كره؟ حب. حب. غيرة ولا غضب؟ غضب. غضب. بخل ولا كرم؟ كرم. لا. على فكرة عازماكم على أكل بحر. عندي يحيى. اه طب انا مش هرد عليكم، قولوا عني. انت لا أهل انت ما انت الكرم. انت يعني بيتك مفتوح للناس كلها. بس خلاص. احنا في رمضان يبقى البيت مفتوح ما بس شاء خدي الله، بالك الناس ال 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 تدخل. ال الكلمات، يعني مثلا انت اخترت الشر وانت معروف عنك ان انت ان انا خيره عمرك جدا. ما عملتي حاجه شر. تعالى اسالك سؤال تاني. يلا. لو رجعنا بالزمن امم. وهتربي ولادك من اول وجديد، اه. حلو، حلو. بغض النظر عن ولادك دلوقتي، اه. احنا بنتخيل تمام. تحاولي تغيري في تربيتهم ايه؟ ما تدلعش كتير. هدلعهم اكتر، وهخليهم على رجلي لحد اخر يوم في عمري، عشان انا مش متاكده ان هكمل ولا تحاولي لا. تغيري ايه؟ ولا حاجه. مش تعدلي ولا ايه؟ حاجه. ولا حاجه. ولا حاجه. لو انت هتجيبي ولاد اها. تحاولي تعملي معاهم ايه كنت عايزاه يتعمل معاكي؟ انا كنت نحس عندي برشا مواهب ما تسقلوش بصراحة. اوكي التمثيل مثلت كتير انت في مشهوره في تونس، بس تونس. بس ما نحبش نوري يعني كتير برشا حاجة. نحب نلعب تنس، عندي مسكة كورة وعندي ريفليكسيون بالفرنسي، يعني ردة ردة فعل فعل. قوية ما شاء الله، انت رياكشن عارفني. فندخلهم مثلا نشوف شنو الموهبة اللي عندهم ونطلعهم شامبيون. نحب ابطال. اي ابطال. نحب ديما ما نعرفش هي حاجة حلوة ولا وحشة، تديهم نحب فرصه ديما لمواهبهم. بخلاف، نحب ديما نمبر وان كما يقولوا. يا انا كمان. انا بحس ان ولادي نمبر 1، مش محتاجه اغير فيهم حاجه خالص. هي لسه هتجيب، فاحنا عشان كده بنسألها انا بحس انه القدر كان معايا طول الطريق، هو اللي بيربي مش انا بس. في 3 كلمات توصفي نفسك وانت كمان. انا 3 كلمات. بنت حلال. والله حلوة. وجديدة. اللي بعده. اللي 3 بعده. كلمات نفسي. ايه؟ انا في نفسي 3 3 كلمات. كلمات. ايجابية. يا نمبر 1 ما شاء الله. حنينة. برشا. نحب نعطي سلبية. لا. عصبية اوكي. شوية يعني. نايس. طيب اوصفيني في 3 كلمات وانت وصفيني في 3 كلمات. حنين. اوكي. ملاك. لا انا مش ملاك. بشوفك ملاك يا أحمد. موهوب في برشا حاجات. 3 كلمات، انت قلتي كلمة. مجنون. تضحك برشا. طموح. قلت 3 باقي أنا. كلمة. الأب للناس الكل. حبيبي. كمان عايز؟ والله انت جميعنا عندك احنا جامعين بعض عندك كمان لا، كلمة. انا لو اتكلمت فيك انا هقول كتير شهادتي فيك مجروحه، بس احمد حنين طيب، صح، عصبي، وكان عنده ما بيحبش البسله. لا إيه لسه ما البسلة دي؟ بحبهاش. كان زمان لما اكله بسله يقول لي في حد ياكل حد كوره؟ البصلة يعني؟ البسله، الخضار، البازلاء ما عندناش منه الخضره. في تونس. انت عمرك احسن. شفتي حد ياكل حد بسله؟ هي حد ياكل حد كوره؟ واحمد من النوع اللي كرياتيف، لما امسك عليه الالعاب وهو طفل عشان يدرس، يعمل القلم القائد عربية بقى مثلا. والعربيه البرايات والمحايات. فانت كرياتيف، عندك حاجات كتير قوي، طلعها، ما تخليش حاجه جواك. كل امالك وطموحك حققه في اللي حواليك، اذا ما قدرتش تحققه في نفسك. اعتقد احلى حاجه فيك انك جبت لنا اسر. لو جيت ليكوا انتوا الاتنين السؤال ده، لو جيت يعني لو جيتي في مرة مثلا الفلوس متأمنة وانت مش محتاجة الفلوس خالص في البنك، موجودة طول الحياة، مش محتاجة فلوس أبدا، وهتشتغلي شغلانة ملهاش بقى علاقة لأن كده كده انت الفلوس متأمنة، هتشتغلي ايه؟ انا بحب الشغل بتاعي قوي. اي شغلانة واحدة. قولي شغلانة واحدة. ايفنتات. انت ما شاء الله بتعملي حاجات كتير. هركز في الايفنتات بس جدا، لانه الايفنت عباره عن علاقات، صداقات، بتعمل من خلاله خير كتير جدا،
واعتقد انتوا يعني ايفنت اورجنايزر، هكمل في ده. أنا شغلانه يعني واحده. حاجة ما حسيتش You don't تدخلي need منها the فلوس، money, you are good enough. حاجة خيرية للأطفال، للأيتام، للمحتاجين، للمعاقين، مركز تأهيل. مركز تأهيل. مركز ايوه تأهيل. انت مش محتاجه فلوس. حتى لو محتاجة إن شاء الله يوما ما في سن ما، إن شاء الله من الجولز إن اللي شاء عمري ما الله. حكيت عليه. إن شاء الله. ايه وانت الحاجه؟ تحب تعمل ايه لو انا لو انت في نفس المكان وتملك فيلم مال ميكر. قارون؟ فيلم ميكر نفس الشيء. تملك أو لا تملك فيلم ميكر. فيلم ميكر نمبر 1. من هنا هنعلن عن الأغنية الجديدة انت الحياه. انت الحياة، من غيرك الف مالكش، في داوي ده عيشها، حاله رضا. اللي خلي، يقول من امتى سكت سكت الكلام، الكلام. مالكش في ده وده، عيشها. حاله حالة رضا. رضا وبا ربابا.